لو سألتك تعرف ايه عن بيرسي تاو؟ لعب في كام نادي؟ طب جاب كام جول؟ طب عمل كام اسيست؟ هتعرف تقول لي حاجة؟ مش هتعرف. فدوس لايك او فجر القلب واعمل متابعة وحركة الاكسبلور وتعالى اقول لك. بيرسي تاو الجنوب افريقي من مواليد 13 مايو 1994، لاعب بيجيد اللعب برجله الشمال وطوله 175 سم. بيرسي تاو بيقدر يلعب وينج يمين او وينج شمال او حتى مهاجم صريح زي ما بقينا نشوفه مؤخرا لما مارسيل كولر اخد قراره بان هو يشتغل على بيرسي تاو ويلعبه مهاجم صريح. وتقدر تقول ان بيرسي تاو لبى رغبات مارسيل كولر، ولكن تابع معايا لاخر الفيديو عشان في حاجه هتعرفها. بيرسي تاو يا عزيزي حاليا قيمته التسويقيه 2 مليون يورو، واعلى قيمه تسويقيه وصل لها بيرسي تاو كانت 6 مليون يورو، وقتها كان بيلعب في كلوب براج. وتعال اقول لك على ابرز الفرق اللي لعب فيها بيرسي تاو والارقام اللي قدر يحققها مع الفرق دي. بيرسي تاو كان واحد من ابرز اللاعبين اللي لعبوا في صن داونز، ولعب معاهم 102 مباراه، سجل فيهم 24 هدف وصنع 27 هدف. وبيرسي تاو كان موجود مع نادي برايتون الانجليزي لكنه ما لعبش غير 6 مباريات، صنع فيهم هدف واحد. ولعب مع يونيون البلجيكي 35 مباراه، سجل فيهم 13 هدف وصنع 13 زيهم. ولعب مع كلوب براج البلجيكي 35 مباراه، سجل فيهم 4 اهداف وصنع 8. لعب مع اندرلخت 14 مباراه، سجل فيهم 4 اهداف وصنع هدف وحيد. واخيرا وحاليا في النادي الاهلي. بس قول لي انت عملت لايك ومتابعه ولا لسه؟ بيرسي تاو لعب مع النادي الاهلي 38 مباراه، قدر ان هو يسجل فيهم 10 اهداف ويصنع فيهم 6. وللاسف يا عزيزي عيب اللاعب القاتل هو اصاباته الكتير. لاعب اصاباته كتير جدا واصاباته متكرره بشكل كبير. وخليني اقول لك ان اخر اصابه للاعب كانت في ماتش الاتحاد، والاصابه كانت في العضله الخلفيه. اتعمل اشعه سونار على العضله، ونتيجه الاشعه دي هي اللي هتبين اللاعب هيغيب قد ايه. لكن تقدر تقول ان الفتره اللي اللاعب هيغيبها هي مش فتره قليله. ومارسيل كولر بعد ما كان قرر ان هو يعتمد على بيرسي تاو كمهاجم صريح هيرجع تاني يعيد في حساباته. واكيد طبعا بنتمنى السلامه لبيرسي تاو. لكن قول لي يا عزيزي، لو انت مكان مارسيل كولر هتختار انهي لاعب اللي تعتمد عليه كمهاجم صريح؟ واخيرا يا ابو الصحاب ما تنساش لايك وشير ومتابعه واكسبلور. حبيبي يا ابو الصحاب.